السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسهل حاجة اليومين دول بتوصلك كصانع محتوى أو كحد ليه يعني صفحة أو بتاع وعايز إن هو الناس تعرفه، إن هو بيمسك الزمالك كمادة ومحتوى وينزل فالريتش بيطير لأن الأهلاوية كتار جدا، فالموضوع شير وبتاع وتفاعل فإيه بيتعرف يعني. وبنشوف ناس كتير قوي زملكاوية، صناع محتوى زملكاوية، اللي بيشد في شعره واللي بيدلو على نفسه بودرة واللي مش عارف إيه واللي بيصوت واللي بيصرخ وعمال بيشتم في فريقه وعمال مش عارف يعمل ايه علشان ان هو الاهلاويه يشوفوه فشير يا لفه مش عارف ايه فبتاع، فاحنا جمهور كبير فالموضوع فعلا معاه بيبقى كويس يعني الكاريتش والتفاعل بيبقى كويس. ماشي. انا عمري في حياتي في فيديو ليا وراجع الفيديوهات كلها اللي انا عملتها سواء يوتيوب او فيسبوك او تيك توك ان انا قلت لحد شير او احفظ الفيديو او كومنت او تفاعل او بفتح لايف واطلع الكبس ما بعملش انا الكلام ده خالص. حضرتك هتسمعني ماشي، اسمعني، مش هتسمعني ما تسمعنيش، ولكن انا ما بغلطش في حد. فان انت في ناس كده معينه دخلت وغلطت فيها بطريقه مش كويسه، الناس دي انا ما اعرفهاش، انا ما بتكلمش على اصحابي اللي يعرفوني، لا صحابي اللي يعرفوني محترمين جدا ما بيغلطوش فيا خالص ولا انا بغلط فيهم. ممكن نهزر مع بعض نتضايق بعض في كومنتات مش عارف مناوشات كده، بس ما بنغلطش في بعض خالص نهائي يعني. فالناس دي حبايبي جدا، كل الزمالكاويه اللي انا اعرفهم كده على فكره. حتى لو هو عصبي جدا، حتى لو هو بالنسبه له الزمالك ده جنان، حتى لو هو كره للاهلي اكتر من عشقه للزمالك، ما لا ما بيشتمش. لكن في ناس بتغلط بطريقه مش كويسه في كومنتات الناس انا ما اعرفهاش، سواء على تيك توك او على فيسبوك او على يوتيوب. انا لاحظت الموضوع ده، والموضوع ده في ناس كلمتني وقالت لي ده في واحد كذا كذا شاتم ومش عارف ايه، دخلت شفت ولاحظت برضه الموضوع ده على تيك توك وفي تاني برضه على يوتيوب. طب يا عمي انا ما بغلطش فيه، اقسم بالله اقسم بالله كمان مره انا ربنا مديني لسان وحش، مش وحش كشتيمه لا والله خالص، بس انا ربنا مديني طريقه سخره كده ان انا لو استلمت ناديك بس انا هعمل عليه محتوى ماشي يركبني في فلنكات، عشان انا ربنا مديني طريقه في الكلام كويسه وبعرف اتكلم حلو قوي وبعرف اعبر حلو قوي وبعرف اقلب اي حاجه بالسخريه حلو قوي. فما تجربش وانا ما جيتش عندك وما شتمتكش، فما تغلطش. يا حبيبي شفت الفيديو ماشي، ما شفتوش انا مش هشغلني في حاجه، انا لا عايز منك يا حبيبي متابعه ولا عايز منك شير. وعلى فكره جماهير الاهلي قبل جماهير الزمالك، انا ما بستناش انا الكلام ده ومش بعيش على الكلام ده. انا يا حبيبي بفتح الفيديو كده علشان اقول اللي انا عايزه ماشي وجهه نظري وبحط الفيديو زي ما هو. والله حضرتك اتفرجت ما اتفرجتش ما تتفرجش، انا اعمل لك ايه؟ كده انا ما بقولكش وما بعملش والنبي وبتاع خالص، الموضوع عندي عادي خالص. فانا بعرف اكتب وبعرف اقول، وقسما بالله العلي العظيم الموقف اللي انا احكيه ده حقيقي. انا في واحد صاحبي صانع محتوى معروف جدا بالنسبه للزمالك، الكلام ده من تحت 4 سنين ولا 5 سنين، وقسما بالله قسما بالله ان الموضوع ده حصل، وناس زملكاويه بتحبه والناس اهلاويه على فكره بتحبه، صانع محتوى زملكاوي بس هو بيحب الزمالك جدا ومحترم جدا، اخويا صاحبي جامد يعني. المهم ان هو جه في يوم من الايام لقيته بيكلمني بيقول لي يا هشام انا هعمل لك انفريند على فيسبوك، اعمل لك انفريند عشان انت بتيجي على الزمالك كتير. كنت انا في الاول بكتب ما كنتش بعمل فيديوهات والكلام ده، فانا ما بحبش اللي يجي على الزمالك، احنا اصحاب وكل حاجه واخوات، بس ايه انا هعمل لك انفريند على خلي بالك انا كنت بكتب بس ما كنتش بتكلم يعني، ومن النوع اللي بيزهق ما كنتش بكتب كتير. وقسما بالله العلي العظيم والله ان الموضوع ده حصل. فخلي بالك ما تجربنيش، عشان انت لو جربتني في موضوع زي ده انا بقول لك على قفاك انت هعدي الفلنكات، فانا مش عايز اعمل كده ودي مش طريقتي ومش بتاعتي. انا بفتح الفيديو علشان اقول اللي انا عايزه. انا في فيديوهات عدت اتفرج عليها انا متحامل فيها على الاهلي، مش متحامل على الزمالك، على انا بتكلم على الزمالك بطريقه كويسه. فلو مفكر ان انا عشان بتكلم على الاهلي كويس فانت تخش تشتمني فده مش عارف اخليها، لا. على راي عم عادل شكل، لسان عكر، فبلاش ما تجربش. زي ما قلت لك ربنا مديني الاسلوب ومديني ما يكفي من الفهم في كره القدم اللي تخليني اقدر اتكلم بطريقه مريحه جدا واوصل اللي انا عايزه بطريقه سخيره عادي جدا بسهوله خالص. فكل طالبه منك يا عم ما تغلطش، ما تغلطش بس، اعمل كومنت سلبي زي ما انت عايز بس ما تغلطش. ادي كل طالبه منك سواء اهلاوي او زملكاوي، ولكن انا بخص اكتر الزملكاوي بصراحه، مش حد اهلاوي غلط. ادي كل طالبه منك يا حبيب قلبي، سيلفو بلاي ما تغلطش، بعد اذنك ما تغلطش بليز. شكرا.